تعرف انك ممكن تعمل ملايين من فكرة ب3 مليم؟ ده بالظبط اللي عمله حبيب باشا السكاكيني، صاحب واحد من اشهر قصور القاهرة، وهو ما كانش باشا ولا حاجة، ده كان شاب سوري على قده. جه مصر عشان يشتغل شغلانة صغيرة في شركة قناة السويس ايام الحفر. في الايام دي كانت الشركة بتواجه مشكلة كبيرة جدا، سببها كائن قد كف الايد. الكائن ده هو الفار. ايوه، الفيران كانت وقتها عامله مشكله كبيره جدا للشركه، ومش عاوزاكم تستغربوا من امكانيات الفار. ده كان واحد من اسلحه الحرب العالميه الثانيه. والله زي ما بقول لكم كده، الحكايه ان الالمان لما قدروا يدخلوا مدينه ستالينجراد ما قدروش يوصلوا لنهر الفولجا، فلقوا نفسهم محاصرين في المدينه ومستنيين هجوم معاكس للجيش الاحمر الروسي. وهنا كان من المفترض ان الفرقه 22 التابعه للقوات الالمانيه تروح تساعد القوات الالمانيه الموجوده في ستالينجراد لو الجيش الأحمر بدأ الهجوم المعاكس. فلما بدأ الجيش الأحمر في 19 نوفمبر عام 1942 عملية أوران بهدف إحكام السيطرة على القوات الألمانية في ستالينجراد، اتفاجئ الألمان إن الدبابات مش قادرة تتحرك. ليه بقى؟ لأن الفترة اللي كانت واقفة فيها الدبابات عملتها الفيران جحور ليها وكلت أسلاك الكهرباء بتاعتها. وطبعا الفيران دي ما جاتش بالصدفة، ده كان اقتراح للدكتور إيجور فالينكو رئيس مركز أبحاث الفيران في مدينة سمولينسك. قال لهم استخدموا الفيران عشان تعطلوا الدبابات، وبناء عليه شحنت القوات الروسية الفيران على الطيارات ورمتها مكان الدبابات الألمانية في منطقة كيروف في إبريل 1942. سبحان الله، يوضع سره في أضعف خلقه. قدروا على الناس وسخروهم في حفر القناة، لكن ما كانوش قادرين على الفيران، فكانت بتطلع تاكل اكل العمال وتنقل الامراض بينهم وتبوظ المعدات. وهنا جه دور الشاب السوري، قال لهم هاتوا قطط كتير واشحنوها من القاهرة من غير اكل. وفعلا مشي وراه عشان القطط تنزل من هنا وهاتك يا اكل في الفيران وتتحل المشكله. الفكره بقى كانت فتحه خير على صاحبها ولعب الزهر معاه. الخديوي اسماعيل عرفه شخصيا واداله شغل كتير، اهمه انشاء الاوبرا الخديويه. تخيل قطه نقلت شخص من حياه لحياه تانية خالص. كان ممكن من غير الفكره دي يقضي عمره مجرد موظف في شركه او يموت من مرض نقله له فار وهو نايم. قريب وانتوا بتتمشوا في حي الظاهر تقدروا تدخلوا قصر السكاكيني وتستمتعوا بجماله عشان الدولة بترممه دلوقتي. وكده خلص فيديو النهاردة، لكن لسه في حكايات كتيرة من مصر، بلد الحكايات اللي ما بتخلصش. اعملوا لايك وشير واستنوني في حكاية جديدة.